ودلوقتي بقى عايزاكم تشوفوا البانيه بتاعي عامل من جوه ازاي. زي ما قلت لكم الكفر بتاعه متماسك جدا زي ما انتم شايفين، وهتشوفوا معايا من جوه البانيه بتاعنا عامل ازاي. اول حاجه هنعملها هنجيب البانيه بتاعنا زي ما انتم شايفين معانا كده، وهقول لكم مقادير اللي هنستخدمها لنص كيلو بانيه. انا مش عامله نص طبعا، لكن هقول لكم بالظبط ايه المقادير بتاعت نص كيلو عشان تقدروا وانتوا بتشتغلوا تبقوا عارفين المقدار. اول حاجه هنجيب البانيه بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، والبانيه بتاعي متقطع زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده. هنغسله وكمان هنزل عليه بعصره ليمونه علشان نتاكد ان البانيه بتاعنا ما فيهوش اي ريحه زفاره. وفي البوله دي انا بشرت بصلايه متوسطه، طبعا بشرتها بالمبشره عادي. احنا بنحاول نسهلها على بعض لان زي ما قلنا الوصفه دي معموله لاخواتنا المغتربين، فاحنا بنسهل عليهم الموضوع، فهتبشروها بالمبشره عادي خالص. وهننزل عليهم بالتوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتي ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، وخلطة الفراخ. طبعا انا عايزة اقول لكم لو ما كانش متاح عندنا، كل اللي هنعمله هننزل بالملح والفلفل الاسمر بس. وهنقلب المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين، موضوع سهل جدا. هننزل بالفراخ زي ما انتم شايفين كده، وهنبتدي نغلفها بالتوابل بتاعتنا. نبتدي نغلفها كلها، لازم نتاكد ان كلها اتغلفت كلها بالتوابل زي ما انتم شايفين معايا كده بالظبط. الموضوع سهل جدا. ودلوقتي عايزه اقول لكم على حاجه مهمه لازم تاخدوا بالكم منها، بما انكم هتستخدموا اكياس يعني بقسماط او اكياس بديله للفيجيتار او فيجيتار المتاح عندكم في البلد اللي انتوا فيها. يفضل انكم تقللوا من الملح علشان ما يبقاش البانيه بتاعنا طعمه مالح زياده. وهنجيب علبه زي ما انتوا شايفين معانا، اهم حاجه ان يكون العلبه دي غطا محكم، وهنرص فيها قطع البانيه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين معايا كده. وهننزل ببقيه الخليط بتاعنا، التتبيله بتاعتنا هننزل بيها زي ما انتوا شايفين معايا كده. هنوزعها كده كده. البانيه بتاعنا جاهز. هندخل العلبه بتاعتنا التلاجة اقل حاجه ساعتين، ممكن على فكره نسيبها نص يوم كامل مفيش فيها اي مشكله. وهنرجع مع بعض نكمل وصفتنا. دلوقتي انا طلعت البانيه بتاعي من التلاجة، وانا هستخدم بديل الفيجيتار اللي انا بعمله عندي في البيت. طبعا لو مش متاح عندكم بقى ده، هتجيبوا اي باكت كده موجود جاهز عندكم عشان تعملوا بيه الكفر بتاعها. وعايزه اقول لكم انا مش هستخدم بيض، انا بتحسس من البيض، وما تقلقوش خالص هيبقى الكفر بتاعها متماسك مفيش فيه اي مشكله. هننزل بالبانيه بتاعنا وهنضغط عليه كويس يا جماعه، هنضغط عليه كويس لحد ما يوصل معانا للشكل ده كده. الزيت بتاعنا طبعا على النار، وهننزل بالبانيه بتاعنا ونشوفه بعد كده. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب قناة في المطبخ مع سنة. صباحكم سعادة لا تنتهي.